اهلا بيكم في القناة. يا رب تكونوا بخير. النهاردة الجزء الثالث في سلسلة التزايد والتناقص. هنشتغل على غرزة العمود بلفة التزايد والتناقص فيها. هنشوف في اول جزء التزايد. يلا بينا نشوف الادوات والطريقة. احنا هنشتغل بإبرة 4 وده الخيط. ده اللي حابين يعرفوا اللون، ده الكوتون جولد رقمه 44، وطبعا الأرقام بتاعت الإبر من 2 ل4. هنا ارتفاع غرزة العمود بلفة 3 سلاسل. هلف الشغل واعمل غرزتين عمود بلفة في أول غرزة. هلف الخيط على الإبرة وادخل في أول غرزة واشتغل غرزتين عمود بلفة. ده كده شكلها. هقرب لكم الكاميرا شوية بالشكل ده كده. هلف الخيط وهكمل بقية السطر بتاعي لغاية آخر غرزة بغرز العمود بلفة العادية. هنا أنا كملت السطر لآخر غرزة هشتغل فيها تزايد. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في آخر غرزة اللي هي دي. ألف الخيط وأسحب واشتغل غرزتين عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة واشتغل تاني غرزة عمود بلفة. كده أبقى أنا عملت تزايد في أول السطر وفي آخر السطر. هنعمل سطر كمان بأن أنا 3 سلسلة ارتفاع. ألف الخيط وأعمل غرزتين عمود بلفة في أول غرزة، وأكمل السطر عادي لغاية آخر غرزة أعمل فيها التزايد. هكمل وأرجع لكم. ده كده وصلت لآخر السطر. هعمل غرزتين عمود بلفة في آخر غرزة، بدخل فيها بالشكل ده كده والف الخيط واشتغل غرزتين عمود بلفة. اي دروس اساسية انا هحطها لكم فوق وفي صندوق الوصف. بالشكل ده كده. لو انا مثلا عايزة اعمل التزايد في نص السطر، هرتفع عادي 3 سلاسل، اشتغل غرز عمود بلفة عادية خالص، غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل للنص، ونشوف التزايد هيتعمل ازاي. هنا انا وصلت لنص السطر، عملت اول غرزة وهعمل معاكم تاني غرزة تزايد. كده غرزتين في غرزة. هعمل في الغرزة اللي بعدها برضو غرزتين تزايد، غرزة العمود بلفة. وده شكل التزايد مرتين جنب بعض. وهكمل لاخر السطر غرز عادية، غرزة فوق كل غرزة من غرز العمود بلفة. هكمل وارجع لكم. ده كده شكل السطر بعد ما عملت تزايد في نص السطر في الغرزتين دول. هكمل كذا سطر تزايد مختلف سواء في اول السطر او في اخر السطر وفي النص، بحيث اوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. هنا بعد ما خلصت سطرين عملت في السطر الاولاني تزايد في الاول وفي الاخر، اتمنى تكون واضحة. وفي السطر التاني عملت التزايد في نص السطر في 4 غرز، يعني كملت سطر عادي ارتفعت ب3 وكملت غرز عمود بلفة عادية، وال4 غرز اللي في النص عملت فيهم تزايد. ادي غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، وكملت غرزة العمود بلفة عادي.
التزايد بالشكل ده بنستخدمه في دور واحد بس بالنسبة للكروشيه بتاع الدايرة اللي هيبقى بعد سلسلة التزايد والتناقص. أتمنى أن شرح التزايد يكون سهل وبسيط. وده شكلها. أنا طبعا هنضف الخيوط وأوريها لكم في الآخر شكلها ازاي. هنا أنا هشتغل بإبرة رقم 4 وده الخيط بتاعي. لو حابين تشوفوا اللون، ده اللون وده رقمه 610. أنا هنا عملت عينة صغيرة 4 سطور من غرزة العمود بلفة. فكرة التناقص بشكل عام تنفع على أي غرزة. فأنا هنا هرتفع 3 سلاسل اللي هو ارتفاع غرزة العمود بلفة. ألف الخيط على الإبرة وأحتاج في التناقص كأساس تمشي على أي غرزة تانية ممكن أنفذها، إن أنا بعمل الغرزة على غرزتين، وفي كل مرة أعمل الغرزة ما بكملهاش. يعني أنا هنا دلوقتي واخدة الخيط على الإبرة، هدخل في أول غرزة وأسحب الخيط واشتغل غرزة العمود بلفة، بس مع إن أنا ما أكملش الآخر. آخر خطوة مش هكملها. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في تاني غرزة. أتمنى تكون واضحة كده. ألف الخيط على الإبرة وأسحب، ألف الخيط وأسحب من لفتين. هيبقى عندي هنا اللفة الأساسية واللفة اللي من أول مرة واللفة اللي من تاني مرة. ألف الخيط وأسحب كده، أبقى عملت تناقص في غرزة العمود بلفة. ده الشكل بعد ما عملنا أول تناقص. هنعمل تناقص مرة كمان. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة، ألف الخيط وأعمل غرزة عمود بلفة من غير ما أكملها. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط وأسحب وأشتغل غرزة من غير ما أكملها. بقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم. كده عملت تناقص. نعملها مرة كمان. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، اشتغل غرزة عمود بلفة من غير ما أكملها. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط على الإبرة وأسحب، ألف الخيط وأسحب من غير ما أكمل الغرزة بتاعتي. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم. كده بقى عندي تناقص. تناقص بياخد غرزتين، وفي بعض الأوقات بيبقى العدد أكبر على حسب القطعة اللي احنا بنشتغلها في الكروشيه. هنا بعد ما عملنا 3 مرات تناقص هنكمل برضو تناقص مرتين كمان. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، أعمل عمود وما كملوش. ألف الخيط على الإبرة، أدخل في الغرزة اللي بعدها، أعمل برضو عمود وما كملوش. هنا عندي 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم. كده عملت التناقص رقم 4. التناقص الأخير في السطر علشان فاضل غرزتين. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة، ألف الخيط وأسحب واشتغل غرزة عمود بلفة من غير ما أكملها. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في آخر غرزة أهي، دي آخر غرزة. ألف الخيط وأسحب، ألف الخيط وأسحب من 2. هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب. كده عملت التناقص رقم 5. ده شكلها. أتمنى أن تكون فكرة التناقص واضحة. أنا السطر اللي بعده هعمل تناقص في أول غرزتين وآخر غرزتين. هيتبقى عندي غرزة واحدة هشتغل عليها غرزة عمود بلفة عادية. كده بقى عندي تناقص وغرزة عادية تناقص. فينا ان احنا نكمل لغاية ما يبقى عندنا غرزة واحدة بس.
اول غرزة ومش بكملها بعد ما ارتفعت من الارتفاع بتاع غرزة العمود بلفة اللي هو 3 سلاسل. لفيت الخيط على الابرة، بدخل وبعمل غرزة وما كملهاش. ادي كده، ده التناقص الاولاني. ممكن اكمل هنا تناقص، ممكن اعملها كده اخلص التناقص العادي اللي هو الاساسي بغرزتين واشتغل في اخر غرزة وغرزة عمود عادية، ويبقى كده عندي غرزتين اقدر اشتغل عليهم تناقص واحد. 3 سلاسل ارتفاع الغرزة، الف الشغل، الف الخيط على الابرة وادخل في اول غرزة اعمل عمود وما كملوش، وفي الغرزة التانية اعمل عمود وما كملوش. هيبقى عندنا 3 لفات على الابرة، الف الخيط واسحب منهم كلهم. ده التناقص. الفكرة بالنسبة للتناقص تمشي على اي غرزة تانية، زي غرزة العمود ب2 لفة، وغرزة العمود ب3 لفة، وغرزة العمود ب4 لفة. فهي نفس الفكرة في اي تزايد او اي تناقص هتشتغلوا بيه، هي نفس الفكرة والغرز كلها تمشي. يعني احنا الفكرة في التزايد ان انا بعمل غرزتين في غرزة، والتناقص بشتغل في غرزتين علشان اعمل تناقص لغرزة واحدة. طبعا انا هنضف الخيوط ووريكم الشكل النهائي. وده شكلها بعد ما نضفنا الخيوط، وده شكل التزايد اللي على اليمين واللي على الشمال التناقص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.